هقص لسانك يا ليلى. لا، وهتكلم ازاي لو قصيته؟ لسانك طويل، كل اللي انا بقول عليه لازم تعملي عكسه. هو انا يعني مش فيا اي حاجة حلوة؟ لا، انا بقى معجبة بنفسي كده. انت شاغل بالك ليه؟ عشان كمل جملة مفيدة. عشان انا. انت ايه؟ قول بقى. على شغلك يلا، وما تتكلميش مع رجالة تاني. هتشلي يا ناس، هيشلني خلاص. ضربة في بطنك يا عمار. وعدى اليوم ومهند لسه في بورسعيد وقابل ذكرى وهي راجعة من الشغل. اما بقى ناني مع زياد وخارجين من الشركة. تعالي هوصلك. ما تتعبش نفسك. تعبك راحة، اتفضلي. وكنت لسه هركب العربية انا وناني، وفجأة الناس هجمت علينا وضربونا على راسنا وخطفونا. اما بقى في المخزن كانت فاقت ناني، لكن زياد كان لسه مغمى عليه. زياد، يا زياد فوق. قلت له كده لكن هو ما فاقش. رحت دلقت على وشه ميه. ايه؟ مين؟ في ايه اللي حصل؟ اتخطفنا يا زياد. قوم بسرعه نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. طب وفين الموبايل؟ بقيت عماله ادور عليه بس ما لقيتهوش. شكلهم خدوه مني. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هو مش المفروض ان انت راجل؟ اتصرف. هو انت مالك قلبت كده ليه بس؟ ما تقعديش مع البت اللي اسمها ليلى دي. اتصرف يا زياد بقى. يا ستي ما تخافيش، انا معاكي. اللي قدامك ده بعون الله كان بياخد كورسات كاراتيه وكونج فو. هتشوفي دلوقتي جاكي شان. بجد؟ طب وريني حركه كده. اول واحد هيدخل من الباب ده هتشوف انا هعمل فيه ايه. ومره واحده الباب اتفتح وانا وقفت جنب زياد. وريني يا بطل. بصي الحركه دي. وراح زياد رفع رجله عشان يضرب الراجل بالشلوت. راح ضاربني انا. الله يخرب بيتك وشي. معلش ما خدتش بالي. مش تدرسي الحركه يا شيخ اتنيل. وراح الراجل ماسك زياد. بص، انا ما بحبش العنف. هو انت لسه شفت حاجه؟ الراجل قال لي زياد كده وراح رفعه من على الارض. رحت انا قمت ومسكت عصايه وضربت على راسه. راح الراجل وقع على الارض على طول. يا بنت الايه، عملتيها ازاي دي؟ لا جدعه. قوم اضربه بسرعه. رحت ضرب الراجل في بطنه. مش راضي يقع تاني. اضربه تاني. هو انت لسه هتستغرب؟ يخرب بيتك، هو انت بتاكل ايه؟ وبعد كده رحت ماسك الكرسي وكسرته على راسه. وقع على الارض مغمى عليه. شفتي؟ مش قلتلك ما تخافيش؟ ده انا ايه، ابن جنيه يا راجل؟ ده انت كنت هتعيط كمان 5 دقايق. تعرفي ايه انت في كونغ فو؟ دي حركات خداع. انا اللي مخدوعه فيك. طب يلا قدامي على بره لما نشوف هنخرج من هنا ازاي. ولسه كنا هنخرج لقينا رجاله كتير قوي في المكان. احنا هنعمل ايه يا زياد؟ كده مش هنعرف نخرج. بصي، هو مفيش غير حل واحد، نشوف حد يخرجنا احنا الاتنين. تعالي نفتش الراجل ده، يمكن يكون معاه موبايل. وفعلا فتش الراجل ولقينا معاه موبايل. اتصل على باباه وقال له ان احنا مخطوفين ومش عارف هو فين بالظبط. وعمار كان جنب باباه. اول ما سمع كده اخد منه الموبايل. ما تخافش، تعرف تبعت اللوكيشن واحنا هنعرف مكانك بالظبط. ماشي بس ما تتاخروش عشان انا معايا ناني. هنوصل في اسرع وقت، ما تتهورش انت بس. ماشي تمام، هنبلغ البوليس وهنجيلك قبلهم كمان. تمام. وبعد كده قفلت معاه وبعت لهم المكان وقعدت على الارض جنب ناني. مالك يا بنتي؟ خايفه. تفتكر هيقتلونا؟ لا ما اعتقدش، هم عايزين حاجه تاني عشان كده خطفونا. يعني هيكونوا عايزين ايه بس؟ ده اللي احنا هنعرفه كمان شويه. بس عمار وبابا في الطريق. هو انت ليه مش بتحب عمار؟ يعني مش هحبه ليه؟ ده اخويا الصغير. بجد؟ يعني انت بتحبه؟ مش هو اخويا اكيد، يعني مش هكرهه، بس دايما بتتخانق معاه. هو اللي دايما شايف نفسه عليا، مش عامل حساب ان انا اكبر منه. يعني مش كبير قوي، الفرق تقريبا 1 أو 2 سنين، بس برضه كبير. خلاص يا عم الكبير. ومرة واحدة فاق الراجل اللي احنا ضربناه. بقى انت بتضربني يا حيلتها؟ بضربك، تحب بقى تتضرب تاني؟ وبعد كده الراجل قرب من زياد عشان خاطر يضربه، بس في اللحظة دي دخل ناس من الباب. نزل ايدك ياض، زياد باشا ما يتضربش، ما سمعتش عن حاجة اسمها اكرام الضيف. راح زياد جه وقف قدامي وقال له انت مين؟ محسوبك فتوح الجزار الكبير هنا. انت بقى اللي بعت الحرامية عشان تسرق الفيلا؟ صح يا قمر، بس حمير واتمسكوا. مالكش دعوة بيها، وكلمنا انا. عايز ايه مني؟ ابوك داخل مناقصة، انا عايز بقى ورق المناقصة دي عشان خاطر اسيبك. هي دي كل الحكاية. تمام فهمت. انا بقى هتصل بابوك، ولو خايف عليك هيجيب ورق المناقصة ويسلم واستلم. وفعلا اتصل فتوح بمنصور وقال له على طلبه، ومنصور وافق. لف بينا يا عمار، هنروح نجيب الورق. هو انت فعلا هتديله الورق ده؟
ايوه انا المهم عندي اخوك، كل حاجه فداكم يا ابني، انتم الكنز بتاعي الحقيقي. اصيل يا عمي، شفت ابوك بيحبك ازاي يا عمار؟ هو انت بتهببي ايه هنا في العربيه؟ ايه في ايه؟ هروح انقذ زياد. وانت مالك حشره نفسك فينا ليه؟ على فكره بقى انت اللي مالك، اللي اتخطف ده يبقى اخويا واللي معاه اختي، هو تيفر هو اخويا انا كمان. مش وقت خناق يا ولاد، ارجع يا عمار يلا خلينا نلحق اخوك. هرجع وهرمي الزفتة دي في البيت، بس ما تقولش زفتة طيب. لا زفتة وهبابة وكلمة تانية هكتفك واحطك في كبوت العربية. انا اصلا ما اتكلمتش، هو في حد سمع صوتي؟ بابا ضحك عليها وانا كنت ماسك نفسي بالعافية عشان خاطر ما اضحكش قدامها. وبعد شوية كنت وصلت مع بابا على العنوان اللي موجود فيه فتوح وزياد وناني. ورق الصفقة اهو، فين بقى زياد وناني؟ اهو كده بقى نعرف نتفاهم. والله يا منصور بيه انا ماليش في المشاكل، بس في حاجات بقى لازم تتصرف فيها بنفسك، والصفقة دي مهمة. بلاش رغي، فين اخويا واختي؟ موجودين في الحفظ والصون، هاتهم يا ابني. وفعلا خرج علينا زياد وناني. حد عمل لكم حاجة؟ لا 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 احنا كويسين يا عمار الحمد لله. ما تخافش علينا يا عمار، اظن ان الورق معاك واحنا هنمشي. بابا هو انت جبت لي ورق الصفقة ليه؟ مش مهم الصفقة يا زياد، المهم ان انتوا تكونوا بخير. بس من غير بس، يلا يا زياد نمشي، يلا يا بنتي. طب اشربوا حاجة طيب. وقبل ما نخرج كان اصوات عربيات الشرطة وصلت. الحق الحق يا معلم فتوح، البوليس بره. بقى بلغت علينا يا منصور، طب والله لندمك. هو اول ما فتوح ما قال كده رفع المسدس على بابا. رحت وقفت قدامه وقلت له نزل المسدس من ايدك، هتدفع التمن غالي قوي يا منصور، انا ايدي ما تتلويش. وكان لسه يضرب نار، عمار جه وقف قدام زياد والرصاصه جت فيه، وانا فضلت واقفه وعماله اصرخ، وزياد واقف ومش مصدق ان اخوه دافع عنه. دخلت الشرطه وقبضت على كل الموجودين، ونقلنا عمار بسرعه للمستشفى في عربيه الاسعاف. ده ايه اللي انت عملته يا عمار ده؟ انت مجنون؟ اهو تقريبا كده البت ليلى عادتني، لو حصل لك اي حاجه مش هسامح نفسي ابدا. ده ايه بس الاوفر ده؟ الرصاصه جت في كتفي، هيحصل لي ايه يعني؟ وبعد كده وصلنا المستشفى والدكتور اخدوا العمليات وشال الرصاصه. بعد ما فاق من البنج كنت انا وليلى وعمار معاه في الاوضه. اول ما عمار ما بدا يفوق وبدا يتوجع قربت منه بسرعه. عمار يا عمار انت كويس؟ كتفي بيوجعني. فين؟ هنا؟ قلت له كده، رحت دوست على كتفه. كتفي حرام عليك، هو انت بتدوسي على كتفه ليه؟ ها بتاكد يعني اذا كان في حاجه ولا لا. يعني هم حاطين الشاش ده ليه؟ اذكى اخواتك زينه مثلا؟ هو انت بتزعلي ليه؟ ها هضربه لك بقى دلوقتي. بت امشي يا بت اطلع بره، انا مش ناقص غبائك، انا قاعده في مستشفى الحكومه مالكش فيه. زياد خرجها بره، اللي هيقرب مني هعوره. معلش يا عمار خليها قاعده بقى وخلاص. هو انت خايف منها يا زياد؟ الصراحه كده مجنونه وتعملها. بره يا ليلى، خارجه جاتك ضربه. طب بذمتك اكتر من كده ضرب؟ ده انا من وقت ما عرفتك وانا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بتضرب، وده لو يدل انك فاشل ومش عارف تحمي نفسك. بره يا زفته. ليه كده بس يا عمار؟ حرام عليك. وبعد كده خرجت ليلى وقعدت على كرسي بره الاوضه وانا خرجت وراها. ليلى بتحبيه؟ لا طبعا، ده متخلف. انت بتتكلمي عن مين اصلا؟ ها عمار اللي انت كنت بتعيطي عليه. ما حصلش، انا عيطت عشان كنت جعانه. على فكره بقى هو كمان بيحبك. هو قالك كده؟ لا بس باين عليه، وهو لو يتكلم الحقيقه هتكون حلوه، بس هو حمار، نقول ايه بقى؟ اما بقى عند مهند فكان واقف في الشباك بيشرب شاي وهو بيسمع عبد الحليم حافظ. اشغل لك فيروز ولا بتحب صباح؟ هو ما فيش اغنيه لذكرى؟ انت بتشتغلني يا واد، عاملني كوبري عشان خاطر تشقط البت. لا طبعا يا شوشو، انا بجد معجب بيها. ما فيش حاجه اسمها معجب بيها، في حاجه اسمها هتتجوزها، ادخل البيت من بابه. ما هو ده اللي هيحصل، بس تفتكر هتوافق؟ هاتلي ازازه بيبس وانا هخليها توافق، وهات اهلك وتعالى وصينيه بسبوسه. وبعد كده الموبايل بتاعي رن، كانت ليلى بتتصل بيا. عامله ايه؟ مهند انت فين؟ سايبنا كده واخوك في المستشفى. اخويا مين فيهم؟ وايه اللي حصل بالظبط؟ زياد اتخطف وعمار اتضرب بالنار، بس الحمد لله دلوقتي عمار في المستشفى. بقى كل ده يحصل ومحدش يقول لي؟ يعني هو انت فاضي رايح تحب واحده من بورسعيد؟ هي الجيزه والقاهره اثروا معاك في ايه؟ على الاقل يعني تكون قريب. اقفلي يا ليلى اقفلي وانا راجع.
طب هاتلي معاك لب، ها؟ يعني هو ده وقته؟ اقفلي يا ليلى. ولحد هنا بتكون خلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل قصة جديدة.